يعني الكلام عم يحكي يبص الشرف والاخلاق. نعم، يعني ويمس كلام بديهي جدا استاذ موفق. موجود عندك الكلام استاذ موفق؟ موجود، وهلا برسل لك اياه وامكانك تعرضه. الكابتن عماد خان كان يشتم مدير منتخب سوريا السيد موفق فتح الله بكلام بذيء جدا، والكلام موجود عندك بالواتساب. مو بس موفق فتح الله، راح ارسل لك كمان ايضا شتائم لاشخاص اخرين، ومن يعني كمان حتى مو من وقت طويل، منذ يومين ارسل شتائم لاحد الاعلاميين. نعم. برجع باكد انه انا كل كلامي راح اقدم عليه اثباتات. جميل كابتن موفق. فكان انا قدامي حلين. نعم. لو كان موجود في سوريا كنت اخذت حقي بايدي. نعم. هو خارج سوريا. نعم. فرفعت دعوة قضائية، وهذا هو اللي دائما هلا عم يتهمني فيه. نعم. الدعوة موجودة، المحامي اللي رفع الدعوة موجود. قلت بالصديق العزيز وممكن انت تتاكد، الكابتن عصام الحضري تربطني به علاقه قويه. حدثت مع الكابتن عصام الحضري عن السيد موفق فتح الله، للامانه اقولها، قال هذا الرجل افضل مدير منتخبات شاهدته، ورجل انا احبه، رجل صادق، رجل امين، والمكالمه والتسجيل موجود لدي، وممكن انت تتصل بالكابتن عصام الحضري، لكن انت عفوا هلا بدي بس النقطه. هلا انت ممكن هلا بعد اللقاء تتسبب باساءه للكابتن عصام كونه مدحني، لانه اي شخص يمدح موفق فتح الله يتعرض لهجوم. نعم. لا، احنا رحنا وعلنا، ورغم انه يعني وصلنا تهديد من انه رئيس المنظمه راح يتم استبعادكم عند العوده الى سوريا، كون هو كان يهاجم رئيس المنظمه. طبعا هذا بالخفاء، ولكن هو كان على علاقه ما بدي اقول جيده، ولكن اكثر من جيده مع رئيس المنظمه، كون اولاده كانوا يقيموا في دمشق في فنادق الاتحاد الرياضي. نعم. كان يصدر لهم جوازات السفر. نعم. رئيس الاتحاد الرياضي، ولكن رئيس الاتحاد الرياضي هلا انا ما بدي اسئله لحتى ما الناس تفهم انه انا رئيس الاتحاد الرياضي وسيد فراس معلق، رئيس الاتحاد العام سيد فراس معلق. تمام. اللي هو اتهمني انه باحد وساطه عماد خان كان من كم يوم انه انا احد شبيحه فراس معلق. نعم. يعني مو بس شبيح، الا احد عملائه. استاذ موفق، انت على علاقه سيئه مع سيد فراس معلق؟ انا لا، ما بدي اقول علاقه ليست جيده وليست سيئه. كل الناس تعرف، القريبين مني، لا هو كان يحبني ولا كنت انا احبه بكل صراحه، ولكن هو رئيس الاتحاد الرياضي، ليس على علاقه مباشره معنا باتحاد كره القدم. لكن انت 10 سنوات في هذه الوظيفه، اكثر من 10 سنوات في هذه الوظيفه، يعني من هو يدعم سيد موفق فتح الله؟ يعني يسالون من وراء موفق فتح الله؟ قوه فراس معلق، قوه الشخصيات السياسيه، من هو حتى يكون بهذه المكانه؟ هذا حديث الشارع الرياضي. رب العالمين، والعمل بكل امانه واخلاص. والدليل، نعم، انا كنت لاعب سابق، طبعا ما ادعي اني كنت لاعب دولي او نعم اسطوره، على مستوى انديه الدرجه الثالثه على مدينتنا. نعم. ثم اتجهت الى التحكيم، وكنت حكم لاكثر من 10 سنوات. واول ما عملت اتحاد كره القدم كان يرأسه الدكتور احمد جبان، بعد ما تركت التحكيم للاصابه وتوجهت للعمل الاداري. انت موظف في الاتحاد الرياضي، انت موظف على انك مدير منتخب ومدير المنتخبات السوريه في المدينه؟ لا، انا ارتبطت الاتحاد بعقد. اتشرف اني كنت موظف كما يدعي عماد خان كان انه في وزاره الكهرباء، لانه هو اكيد كمان انت ما خلق من بطن امه هو رئيس حكومه او وزير او كذا، فكل انسان يتشرف. البعض يدرس الهندسه الكهربائيه لمده 7 سنوات بالجامعه حتى يتخرج مهندس كهرباء استاذ. ولكن ما حدا بيمحي تاريخ حدا، انا رياضي شاء ما شاء وابى من ابى، وبالادله. جميل استاذ موفق ارجوك خليني اخلص بس، ارجوك من قصه عماد خان كان، لانه هي على مدار 10 سنوات والناس ما بتعرف الحقيقه، انا بدي الناس تعرف الحقيقه. نعم. ظهر على التلفزيون بعد ارجع للقصه، وبعد ما نزل البوستات كذا، وامر عادي وكانه ما في شيء. بعد منا بيظهر على التلفزيون وبيقول بالحرف اتصلوا بي فلان وفلان وفق فتح الله وعبد الوكيل المصري وطلبوا مني مناسف. نعم. فانا اتصلت فيه مباشره بعد الحلقه وقلت له يا كابتن هذا الكلام معيب جدا. رسالتك الصوتيه موجوده عندي، وقلت لي انت عزمتنا وانا 3 ايام ما رديت عليك.
وعلى عزيمتك. نعم. وانا اللي خلاني اروح لكابتن رفعت الشمالي قال لي كرمالي. نعم. نحن ما لنا جوعانين، ما لنا جايين من الشارع، ما لنا شايفين مناسب في حياتنا، مو عيب هذا الكلام. فبدا ايضا بالشتائم وانهال ورجعت انقطعت العلاقه. بعد منه هو صار يدعي ويقول انه انا هددته بالافرع الامنيه. طيب انا اذا بدي اقول اولاد عماد خان كانوا وين كانوا؟ في سوريا. في سوريا. نعم. اذا انا شبيح وقلبي اسود وحقود مثله، نعم. اترك اولاده مثلا؟ اكيد رح تنتقم. اذا كنت لا تخاف الله سبحانه وتعالى رح تنتقم. ولكن مخافه الله دائما بين عيوننا. جميل. ودائما يهاجم باسلوب شديد. انا اللي لي الشرف هلا بهاللحظه انه تلقيت العديد من الرسائل من قامات رياضيه داخل وخارج سوريا في دول الخليج وفي اوروبا، ومدربين معروفين وكبار، برجع بقول لك على الكبير كبير باخلاقه، ومدربين معروفين ما راح اذكر اسمائهم لحتى ما يسالهم، في هذه الفتره بعد هذا الهجوم العنيف من هذا الشخص. نعم. هذا اكبر وسام على صدري، لانهم جميعهم قالوا معروف من هذا الشخص ومعروف حقده وافتراءه على كل الرياضيين وليس على مصر. سبحان الله. فما تزعل، انت معروف مين ومعروف تاريخك وهو معروف. فهذا انا اكبر وسام حطه على صدري، شهاده هؤلاء الرياضيين الشرفاء. لدي لقاء مسجل مع الكابتن علاء الشبلي، هو موجود مالبورن باستراليا. اليوم صباحا تحدث معي، قال بالحرف الواحد، ويحق لي علاء الشبلي يرد، قال الذي هربني وخرجني من سوريا وكان الجواز موجود به السيد موفق فتح الله هو الذي اخرجني من سوريا، وهو الذي ساعدني بان لا اكون بسوريا. وعلاء الشبلي والده مسجون بسجن صيدنايا منذ عام 2013 وقتل والده، ونسال الله الكريم الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء. نعم. كان ممنوع من السفر هو هاني طيار لاسباب اكيد تتعلق بالخدمه الالزاميه، ولاكثر من عام وعامين ممنوع نهائي من السفر. نعم. واكيد برجع بقول واجبي وليس مني. هلا بيجي حدا بيقول لك انه قاضى منهم مقابل حتى هربهم من سوريا. نعم. رب العالمين شاهد وهم احياء. نعم. وهم شهود عيان. اكيد سافرتهم خارج سوريا مع المنتخب، وطلبت من احد اصدقائي ان يرسل عقود وهميه للاعبين، وتحدثت مع رئيس الوفد في تلك الفتره بان هذين اللاعبين يعني اجاهم عقد خارجي ولازم يلتحقوا بانديتهم. وعند عودتي لسوريا تعرضت للتحقيق. نعم. وربما الله دائما رب العالمين بيهيئ اولاد الحلال. برجع باكد انه اللواء مفرج جماعه هو اللي حماني بتلك الفتره. نعم. والله خرجني من القصه. ومنذ ذلك التاريخ علاء الشبلي وهاني طيار خارج سوريا احترفوا بعده دول. جميل. جميل. اسالوا جهاد الحسين اللاعب معشوق الجماهير ومعشوق سوريا. كل تحيه للكابتن جهاد، كابتن موفق اللي كان امبارح وصوله الى سوريا منذ اشهر فقط. من خاطر وارسل له كتاب لاتباع دوره تدريبيه في السعوديه. من؟ السيد موفق فتح الله. اسالوا الشهود، انا ما بدي اذكرها. نعم. اسالوا جهاد البعور من اخرجه من مدينه المليحه من تحت القصر. نعم. اسالوا عمر خريبين وعمر جنيات ونصوح نكدري ومحمود المواس من ذهب معهم الى الافرع الامنيه، لانهم كانوا على تواصل مع المرحوم الشهيد البطل عبد الباسط ساروت، كان يتحدث رحمه الله عليه. وتم استدعائهم من قبل اكثر من فرع امني. وبرجع بقول الفضل للواء موفق جمعه اللي كان بعد الله سبحانه وتعالى. بعد الله سبحانه وتعالى اكيد، اللي كان يعني يرسلني واروح انا معهم للافرع الامنيه ونحميهم. هل هذا تشبيح؟ أنت شبحت لهذا النظام، وهذا ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي عندما حقق المنتخب السوري الفوز على المنتخب الهندي وبلوغ المنتخب السوري دور 16. اللاعبين في المركبة في الباص هتفوا بحياة المخلوع بشار الأسد، وأنت كنت منهم. وأنا أنقل لك
ما تداول أستاذ موفق فتح الله، وأتمنى أن يكون مرة ثانية وثالثة صدرك رحب ولك الحق. لا 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 ابدا ابدا، انا جاهز لاي سؤال واي استفسار، ومثل ما قلت لك عندي الادله والبراهين وليس ادعاءات وافتراءات وادعاء بطولات. نعم. عليها اسال اللاعبين الذين كانوا بالمنتخب من طلب ذلك. أستاذ موفق أنا أسألك، وأنت بالنسبة لي رجل صادق، ما يهمني أنا صراحة لأني أنا أتحدث بالإثباتات وأنت سترسل لي كل ما هو موجود عندك. مثل ما قلت لك، انا ليش عم بقول لك انه اسال اللاعبين؟ نعم. لانه احنا بكون لانه انا تحدثت في ناس تكذبني. أنا سألت أنا لي لقاء مسجل مع الكابتن علاء الشبلي. اقسم بالله العظيم انا لم اطلب منهم ذلك. من الذي طلبك استاذ موفق؟ اكيد احد الاشخاص، وانا هلا ماني صادق انه اسيء لاحد. تمام استاذ موفق. نحن بظروف اخلاقنا وتربيتنا ما بتسمح لنا انه نهاجم اي شخص بدون دليل. نعم. ندعي على اي شخص بدون دليل او نفتري على اي شخص بدون دليل. جميل. الله يحمي الجميع وينتقم من كل مفتري وكاذب، وينتقم من كل من تلوثت يده بالدماء او بسرقه او امال الشعب السوري. ملف اللاعبين المغتربين، واول من انضم للمنتخب السوري من المغتربين لاعبان هم من القوميه الكرديه، اياد عثمان ومحمد عثمان. اسمح لي، هنالك فيديو موجود، انت موجود في الفيديو، السيد طارق جبان موجود في الفيديو، السيد فادي دباس موجود في الفيديو. يقول السيد فادي دباس في الفيديو: هذا اياد عثمان من القوميه الكرديه، يجب ان لا يذكر اسمه في المحافل الدوليه. اتمنى الجواب على هذا السؤال استاذ موفق. انا هذا الكلام بكل صدق وامانه لم يحدث امامي، واذا كان هذا الفيديو جاهز وانا موجود فانا اكون كاذب. خلي حدا يعرض لنا هذا الفيديو. هذا الكلام انا لو سمعانه. نعم. وهلا اكيد يعني ما راح انا احمي ناس او ادافع عن الناس. نعم. اكيد كل واحد عمله بدافع عنه. جميل. هذا الكلام بهذه الصيغه لم اسمعه ورب العالمين شاهد عليه. نعم. وامكانك ان تسال والد اياد عثمان. نعم. وهو رجل اعتبره صادق، وكنت على تواصل معه لاكثر من مره. نعم. اسالوا ماذا فعل مصطفى لاياد عثمان، وواجب وليس مني. فعلت واجبي كمدير منتخب، او ما كنت مدير منتخب. نعم. يعني كمان انا توضيح، انا مدير منتخب مع الكابتن هكتور كوبر لمده عام ونصف. نعم. ليس من 10 سنوات. انا عام 2019 اشتغلت منتخب اداري منتخب ناشئين، وثم تسلسلت للفئات الاعلى. نعم. وعملت كمدير منتخب، انا عملي مدير قسم المنتخبات الوطنيه في الاتحاد السوري في القدم. نعم. مدير للمنتخب الاول لمده عام ونصف. وكل من في الاتحاد يشهد انني عندي تعاقد مع مدرب فوسيل، انا وجه تحيه، ان لا اكون مدير المنتخب. وبامكانك انك تسال انت او اي حدا، كل الموجودين في الاتحاد. جميل كابتن استاذ موفق، ماذا حصل مع هذا اللاعب اياد عثمان؟ تعرض للعنصريه في المنتخب السوري، حدثنا عن هذا اللاعب بامانه استاذ موفق، انت افضل من يتحدث. شوف انا بكل امانه، انا يعني ما بدي احكي فني حتى ما يقولوا عم هلا بحكي فنيا، لا بالامور الاداريه فنيا، ولكن عندي انا رايي. نعم. تمام. كمان بالنهايه انا عندي راي. نعم. رايي فيه فنيا من افضل اللاعبين الذين انضموا للمنتخب السوري فنيا. تمام. وحدثت اكثر من حادثه ودافعت عنه بواجبي طبعا، واقنعت المدرب الالماني شتانجي. كان على حدث جدال بينهم يستبعدوا كابتن شتانجي، فجلست مع واجبي كاداري، كنت منتخب الفتره، كان مدير منتخب السيد فادي دباس، واستمعت منه انه لو وجهه نظره لاياز، وكان وجهه نظره انه هو عم يلعبه بمركز غير مركزه. نعم. وجلست مع المدرب شتانجي وتحدثت معه انه هذا اللاعب عنده حجه مقبوله انه هو عم يلعب بمركز غير مركزه، فلعبه بمركز اللي هو بيلعب فيه، وبعدين خذ قرارك قبل ما تستبعده. وبالفعل استجاب، وكانت مباراه مع منتخب الكويت، وكان اياز من افضل اللاعبين في تلك المباراه باعتراف شتانجي نفسه. هذه المره الوحيده اياز يلعب بمركزه، هذه المره الوحيده استاذ موفق. تمام. انا مرت فتره من عام 2019 لل 2021 حوالي سنتين، تقدمت باستقالتي، وكمان هلا رح ابعث لك اياها لحتى الناس ما تقول
انه ابعدوه. نعم. انا من تقدمت باستقالتي لعدم رضاي عن العمل او القائمين على العمل في تلك الفتره. حسيت انه يعني ما عم يشتغل لمصلحه البلد او الكره السوريه. نعم. فلو انا مستفيد وانا همي نفسي ما كنت تقدمت باستقالتي. نعم. وهلا برسل لك الاستقاله ومسجله في ديوان الاتحاد. في تلك الفتره حصل بعض يعني مثل ما سمعت، فانا ما بدي انه الاشياء ما اكون حاضر فيها. نعم. ولكن سمعت من اللاعبين من الاداريين من القائمين انه حصل بعض المشاكل في المنتخب، مشاكل كثيره يعني، ولكن بما يخص اياز ومحمد عثمان. سمعت بهذا الكلام استاذ موفق؟ سمعت انه فريد عباس حارب هذا اللاعب؟ لا، انا برجع بقول لك، انا حلفت يمين الله انه انا ما سمعت هذا الكلام من فريد عباس. نعم. يعني قيل مثل ما انت هلا عم تسال انه سمعت. نعم. فانا منه شخصيا ما سمعته. نعم. فحصل مشاكل في تلك الفتره بالنسبه لاياز. بعد ما رجعت انا الاتحاد بطلب من كابتن نبيل السباعي، بوجه له تحيه، انسان رياضي بكل معنى الكلمه. استاذ موفق، بالنسبه للسيد نبيل السباعي رئيس المؤقت للكره السوريه، المؤقت استلم فتره مؤقته صح؟ تماما. لدي اصوات لهذا الرجل يعتبر هو ونزار محروس من اياز عثمان، بانه يا اياز انا لم يكن لدي علم بما حصل معك، والكابتن نزار محروس يعتذر اعتذار من اياز عثمان انه بعض اللاعبين لا يريدونك في المنتخب. ابراهيم عالنا، عمر السومه، محمود المواس، وعلى وجه التحديد هو دخل صراع مع عمر السومه. برجع لك، انا من هي الفتره ما كنت موجود، فلذلك ما بحق لي. نعم. مو ما بحق لي اكيد. يعني من غير المقبول ولا المعقول، وهذا اكيد ما يرضي رب العالمين انه يعني اتحدث عن اشياء لم اكن موجود فيها، لم اكن شاهد عليها. هذا طبيعي استاذ موفق، انت في هذه الفتره لكن سمعت مثل ما انت سمعت وسمع الاخرين انه حصل هناك مشاكل، وبعد فتره تولى قياده المنتخب الارجنتيني اكيد كوبر. نعم. وكنت انا موجود كمدير المنتخب، وكان اسم اياز من بين الاسماء الذي تم ترشيحها للمدرب كوبر يكون ضمن المنتخب هو محمد عثمان. نعم. واكيد في تلك الفتره كان اياز يعني لم يلتحق بالمنتخب، ما كان في اي اعتراض من الجهاز الفني على اي لاعب. اياز بتلك الفتره كان لديه مباريات مهمه في الدوري، وحدث انا مع والده وقال لي انه ما بيقدر يلتحق بهذا المعسكر فرضا اول، او حتى يعني كانت مباراه عنها او معسكر واحد، وهو جاهز انه يكون في الايام القادمه مع المنتخب. بما يخص محمد، ايضا التحق كاول معسكر مع المدرب كوبر، وجلست مع محمد، ومحمد موجود بامكانكم اكيد تسالوه اياز ووالده. وقلت له لمحمد انه ينسى الخلافات السابقه. نعم. مع اي لاعب، وطلبت من كل اللاعبين ان كان عمر السومه او كل اللاعبين ان ينسوا الماضي وينسوا الخلافات، وصفحه وطويت. نعم. وان يعني اذا كان في يعني شيء في النفوس او في القلوب لازم يزال. نعم. حتى تكون النوايا صافيه، وحتى يتم تحقيق نتائج طيبه، لانه دائما انما الاعمال بالنيات وكل امرئ ما نوى. واكيد التحق محمد عثمان بالمنتخب، واكيد ما صار اي اشكال. هذا بكل صراحه حول سؤالك عن موضوع اياز ومحمد، وارجع باكد لك فيك تتواصل مع ابوه لإياز. نعم. استاذ موفق، طيران تكت الطيران اللي كان ينتقل اياز من المانيا الى دبي، وبالتالي هذه لم يحصل عليها. بالمقابل كان لاعب مثل عمر السومه يعامل معامله خاصه، وانت مدير منتخب معامله VIP في الطائره في معسكر النمسا، وغرفه خاصه مد عربي للكابتن عمر السومه. وعمر السومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي لقاء عبر اليوتيوب مع الاعلامي الكبير الاستاذ ايمن جاده انتقص من حضرتك، وبانك لست برياضي، وبان كل الذين ياتون من اللاعبين المغتربين لتمثيل سوريا جاءوا من اجل العقود الاحترافيه في دول الخليج. ردك على هذا الموضوع، وانا هذا الشيء انا شاهدته استاذ موفق. هلا بموضوع ما يخص تذاكر الطيران للاعب اياز عثمان، انا بعد عودتي بعد انتقال لمده سنتين
اتصل في والد اياز وقال لي بالحرف الواحد انه اياز دفع حق تذكره الطيران من جيبه الخاص وما تم يعني ما حصل على المبلغ. فقلت له انا بهي الفتره ما كنت، وهو بيعرف انه انا ما كنت، انا راح اتحقق من الموضوع وبرجع لك بجواب. وتحدثت مع الاداري الموجود في تلك الفتره. نعم. وطبعا قال لي صح انه هناك مبالغ طيران لاياز عثمان، هي تذكره واحده فقط. نعم. ليش سالته يعني انه ليش ما اعطيته حق التذكره وهذا حقه؟ فقال لي بالحرف الواحد انه التذكره اكيد اذا بدي اعطيه ثمن التذكره لازم يكون عندي فاتوره. نعم. هذا كلام صحيح، لانه بالنهايه هو يحصل على سلفه، واكيد في انظمه وقوانين بعد منك كيف بده يصفي السلفه ضمن ثبوتيات واوراق، مو انه والله مين ما اجى بيعطيه مبلغ. فعدت انا لوالده قلت له انه مطلوب فاتوره، والاداري اقر انه صح اياز له فاتوره، له تذكره عفوا، ولكن ما في فاتوره. تم ارسال فاتوره وخليته انه يتواصل حتى مع الاداري، ورجعت سالت الاداري بعد فتره قلت له ليش ما رجعت يعني صفيت حق التذكره واعطيت اياز ثمن التذكره؟ فكان جوابه انه التذكره او صوره التذكره او الفاتوره عفوا صوره الفاتوره غير واضحه. نعم. يعني هو ارسلها بالموبايل، ويوم اللي تم طباعتها فما فيها شيء واضح.